شايفين الجمال اللف اللي احنا عملناه من 10 ايام تقريبا، يعني شايفين على اخر واحدة تلقيها زي ما هي بتقرمش، حلوة خالص وجميلة وطعمها خطير. يلا بينا نشوف احنا عملناهم ازاي والطريقة ازاي، ويلا مع بعض نشوف طريقتنا مطبخ ماما ازاي. صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل مع بعض اللف بطريقه حلوه وسهله ومش متعبه خالص. احنا غسلنا اللف زي ما انتم شايفين كده، غسلناهم وظبطناهم. هنقطع مع بعض ونشوف طريقه التقطيع ازاي، ومعانا مكون هيخليهم حلو خالص خالص ومقرمش معاك الاخر واحد. شايفين التقطيع؟ انا جايبه اللي مقطعوا بيها الطرشي زي بتاع المصانع. شايفه نقطعهم الاول دواير زي كده، وبعد كده اول ما تلقيها طويله كده تحوليها على الناحيه الثانيه بهذا الوضع. شايفين الجمال؟ شايفه حلو ازاي؟ حلو خالص. نخلص الكميه، هنشوف مع بعض واحده ثانيه. نخلص كل الكميه وهنرجع لكم ونوريكم التقطيع اللي انا مقطعاه. شايفين كله حلو خالص. هنرجع لكم بعد ما خلصتم تقطيع. خلصناهم تقطيع زي ما انتم شايفين. شايفين جمال التقطيع؟ لازم يبقى بالشكل ده حلو خالص. قطعناهم كلهم بهذا الوضع. هنعمل لهم المحلول اللي يخليهم يقعدوا مقرمشين معاك لغايه اخر واحد. حلوه خالص خالص، هتعجبكم طريقتنا وخليكم معاي. شايفين هذا كيس المكونات اللي هنحطها؟ مية اللفت اللي احنا هنعملها، نص كيس ملح ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة صغيرة شطة حمراء. دول هيخلوا لك اللف حلو وجميل خالص خالص خالص. شايفين انا جبت المية دول 3 لتر مية، وجبت المكونات اللي انا هنحطها: نص كيس ملح ومعلقة شطة صغيرة ومعلقة كبيرة سكر. ديت اللي هيخليه يقرمش السكر، يخليه يقرمش معاكي ويبقى طعمه خطير وهيكون روعة. انا عملت كمية كبيرة يعني لازم احط كتير. هنحطهم انا في المية مش من الحنفية دي، من الفلتر، انا جايباها من الفلتر. هنقلب الشطة كويس مع الملح مع السكر ونشوف مع بعض. خليكم معايا. خلاص ضوبنا كل الملح مع السكر مع الشطة. دلوقتي هنحط في البرطمانات. انا عملت كذا برطمان، مش برطمان واحد ولا اثنين، علشان يقعد معانا. نفتح واحد واحد يقعد معاك لغايه ما يخلص، ما يبوظش ولا يحدقش ولا اي حاجه. وما تخليهوش في الشمس، خليهم في الضله. ما تحطيش على البلكونه ولا تحطيهم في الشمس، لا. انا حطاله بنجر ويخلي اللون بتاعه زي ما انت شايفه كده. حاطه حتت بنجر اهي، كنت متلجاه في الفريزر. حطيت لكل البرطمانات بهذا الوضع. دلوقتي هنعبيهم بالكبش ونرجع نشوف مع بعض. شايفين جمالهم؟ عملنا كمية كبيرة يخففوا النفس، هم ونيين لسه ما استووش. هنعملوهم بهذا الوضع، هنسيبوهم لغاية ما يستويوا. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك وشير واشتراك، ونشوفكم على خير بإذن الله.